هلو النهارده لمحبين علم النفس جاي اكلمكم عن نظريات علم النفس في حتة انه ليه الانسان بيشيل فوق طاقته وليه الانسان بيتحمل اللي مش بتاعه. كمان جايب لكم النوت بتاعتي اللي فيها الملاحظات اللي هنتكلم فيها مع بعض. اول نظرية من النظريات دي وهي نظرية التحليل النفسي، واللي كانت شايفة انه الانسان النهارده بيشيل فوق طاقته لان هو مش بس بيشيل الحمل بتاع النهارده، بل بيتعامل كأنه هو شخص مديون كان المفروض وراه حاجات زمان هو ما عملهاش ومحققهاش، فالنهارده هو جاي يعمل اللي عليه وزيادة. ليه؟ لأنه حاسس إنه في حاجات كتيرة قوي فاتته، فهو النهارده جاي يعوضها. فالشخص بيضرب سرعته في 10. وللأسف التحليل النفسي كمان كان شايف إنه ده بيرجعنا لحتة قديمة قوي، إن إحنا اتربينا على إن إحنا مش كفاية، على إن إحنا غير أكفاء. اتربينا على إنه كان في المفروض حاجات كتيرة قوي نعملها غيرنا عملها وغيرنا سبقنا، وده بيخلي الإنسان إنه النهاردة هو جاي يعوض اللي فات، فبيعوضه في النهاردة، متجاهل طاقته ومتجاهل قدراته ومتجاهل الظروف اللي أوقات كمان بتكون ضده. فتحس إن الإنسان مش بس بيسابق نفسه، ده هو كمان عايز يسابق الزمن. النظريات التانية من نظريات علم النفس واللي كانت شايفة إنه ليه الإنسان بيشيل فوق طاقته ولكن جوه العلاقات، فكانت شايفة إنه للأسف الإنسان اللي عنده خوف من الفقد أو خوف من الهجر، هو بيشوف إن هو أنا أتحمل فوق طاقتي ولا إنه يتم هجري ولا إن أنا أتساب. وهل بالفعل الإنسان هيتساب ولا هو مجرد خوف عميق نتيجة تجارب سابقة حسسته الإحساس ده؟ فالإنسان هيحس إحساس بشع ومؤلم إن تم هجره مرة ثانية، فبالتالي هو بيقرر يتغاضى عن أي أفعال مؤذية، يتغاضى عن أي احتياجات هو محتاجها، ويقرر أن يكرس نفسه ونفسيته وطاقته لراحة الآخر. المهم إن هو يبقى مبسوط، المهم إن هو يبقى مرتاح، المهم إن هو ما يمشيش ولا يسيبني. تالت نظرية من نظريات علم النفس وهي بتتكلم على فكرة التضحية بالذات. عارفين انتوا الناس اللي بتعيش ضحية؟ لا، في ناس بتطلع ليفل أعلى من كده بكتير، وهي فكرة إن هي بتقرر إنها بتضحي بنفسها. التضحية دي ممكن تكون من خلال العطاء المبالغ فيه للآخرين. أنا بضحي بوقتي وبجهدي من أجل سعادتك ومن أجل راحتك أنت، ان انا بحط احتياجات الشخص اللي قدامي اولا وانا بعدين خالص مش مهم. وكأنه شخص بيشوف انه راحته في ان انا اتحمل اكتر، الراحة في ان انت تبقى مبسوط ومرتاح وراضي عني. مش بس كده، الانسان بيحس بذنب تقيل قوي لو قرر في مرة من المرات انه يعتذر بلطف ان انا مش قادر او ان انا تعبان. مش بس كده، اوقات بيحس ان هو اناني لانه قرر ان هو يختار راحته، وان هو للاسف سايب شخص تاني ممكن يكون مجروح او متألم او كان مستني ان هو يساعده. ده هو سايب الناس كلها وجالي انا. ده التفكير اللي احنا بنفكر فيه، فبالتالي ده بيحسسنا بشعور بذنب عميق جدا. الناس اللي انا بشوف ان هم كويسين وطيبين للاسف دايما بيقعوا في الفخ ده، فخ انه لا، لازم ادي حتى لو كان على حساب نفسي. آخر نظرية من نظريات علم النفس وهي نظرية اسمها العجز المتعلق. وهنا النظرية دي بتتكلم على إنه كتير جدا مننا بيرفض إلى إن هو يحط حدود للناس، وإن هو يعتذر بلطف عن أي حمل هو فوق طاقته، لأن هو جرب ده قبل كده ولكن قوبل إما بالرفض أو بالاستياء. الناس بدأت تستاء إن أنت رفضت. قوبل أوقات بإنه ناس بدأت تبعد، ناس أخدت موقف، الناس لمتك بشدة كبيرة جدا جدا، على الرغم ان انت شلتها كتير وعلى الرغم ان انت ما قلتش لا. ده انت اوقات ممكن تكون اجلت، اوقات ممكن تكون طلبت ان انت ترتاح او ان انت تاخد وقت او ان احنا نجرب حاجة او طريقة تانية تكون اخف ليا وليك. فالنظرية دي بتشوف إن الإنسان هنا بيستسلم مش لأن هو ضعيف، ولكن لأن هو اتعلم إن المحاولة مؤلمة وبدون نتيجة. فأنا حتى لما أجي أدخل علاقات تانية، على الرغم من إن العلاقات القديمة خلاص هما اتعودوا إن أنا الشخص اللي بيشيل دايما الحمل، أنا الشخص اللي بيشيل العبء. لما يجي شخص يخش علاقات جديدة بقى لأ، ما للأسف ما بيجربش إن هو يحط حدود، لأن هو بيبقى شايف إن أنا حاولت قبل كده والمحاولة كانت فاشلة. عشان كده سميت هذه التجربة بالعجز المتعلق. الإنسان هنا بيكمل تحمل مش لأن هو عايز يتحمل، بل لأن هو مرهق للدرجة
اللي بتخليه ان هو مش قادر يقابل او يواجه تبعات ان هو يقول لا، لان اللي قدامه ممكن يهاجمه، ممكن اكون متصور ان هو هيهاجمني. اصلا انا اللي باني اسوأ سيناريوهات، اوقات ممكن ابقى باني سيناريو ان هو ممكن يسيبني ويبعد عني، ان هو ممكن يشوف صاحب غيري. فالانسان لان هو ما عندوش قدرة ولا طاقة ان هو يواجه مترتبات ان هو يقول لا، فبيقرر ان هو يسكت، يقرر ان هو يشيل. في نوعية من الناس ودي شفتها كتير جدا، وكنت أنا في يوم من الأيام واحد منهم، إن كل ما استثمرت في شخص من وقت ومشاعر ومجهود بيصعب عليا بشكل كبير جدا إن أنا أسيبه، أو إن أنا أسيب الجهد ده، فقرر إن أنا أستحمل أكتر. فكل ما تستحمل أكتر تزيد احتمالية إن أنت مش هتسيب الحاجة دي، إن أنت مش هتختار راحتك، إن أنت مش هتقرر ان انت تقول كفاية، ان انت تقرر ان انت توازن، تعمل نوع من انواع الموازنة، ان انت تحافظ على صحتك، على طاقتك. فللأسف التعود على الضغط بيخلينا كمان بعد كده نشوف انه ده العادي، ما الطبيعي ان احنا نستحمل. اوقات ممكن يتحول الى لوم وجلد للذات، انه انت اللي ضعيف، انت اللي هش، انت اللي مش قادر ان انت تتحمل. الحياة كده والمتطلباتها كده، انت اللي المفروض يكون عندك القدرة ان انت تتعامل مع ده. فمن وجهة نظركم يا ترى ايه اللي ممكن يخلي الانسان يشيل فوق طاقته، وايه اللي ممكن يخلي الانسان يبطل بقى ان هو يشيل فوق طاقته؟ لان احنا تعبنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد.